والسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. احنا في استضافة سي محمد لهنا، تحديدا موجودين في ميلانو. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك ومرحبا بك هنا في ايطاليا وبالتحديد في بياتزا دومو بمدينه ميلانو. اكيد كي نقولوا سي محمد نلقاو برشا حاجات تعمل فيها الجالية التونسية والجالية المغاربية بصفة عامة. والحمد لله كرئيس جمعيه التوانسه هذه خصيصا بالنسبه للتوانسه، كرئيس جمعيه قلنا بياسر اعمال ودائما ندافعوا على المواطن التونسي مهما كانت وينما كان، لهنا بالاخص في تكمل تراب ايطاليا. اما بالنسبه للجاليه حتى المغاربيه كمكتب خدمات اداريه وكاف نخدموا في الجاليه حتى المغاربيه والجاليات كله حتى الاطلاعيه بصفه عامه كمكتب كاف. دونك احنا باش نتابعوك في الجوله المميزه ذي اللي باش تكون معاك، اكيد باش نشوفوا كيفاش اليوم نتاعك كيفاش تعديه، وكيف باش نشوفوا الاجواء نتاع العمل، وكيف نقولوا حياتك بيانو بيانو كيف ما قلت طريق. والحمد لله حياتك بيانو بيانو ان شاء الله. اكيد. دونك تابعونا في الفيديو هذا لحظه بلحظه. في ستريزا، هي منطقة سياحية تابعة الجهة هذه تابعة لولاية نوفارا. اللاغو هذايا نجيو نرتاحوا فيه، هو اسمه ستريزا، اسم على مسمى. نجيو الواحد شوية ينحي شوية ستريس، شوية واحد ماك تعرفوا الضغط نتاع الخدمة، ولو انه احنا فريق كامل في البيرو ديما معناها لاهي بالعباد ولاهي بالمكالمات ولاهي بكل شيء. انا ماك تعرف الضغط نتاع التليفونات انا ياسر، بالرغم اللي انا نجاوب ساعات حتى كي نكون حتى تو اني معاكم هنا وكي تجي التليفونات اللي نجاوب عليها، لكن انا نعرف اللي فما ياسر ناس يقول لك شبيه ما يجاوبش، وانه هو من الضغط نتاع التليفون الحاجات هذيا. لهنا الواحد باش يرتاح شويه وينحي شويه ستريس، ونبقى دائما قايمين معناها ولاهين، نبقى ديما في الخدمه، ديما لاهين بالمواطنين نتاعنا وفي الخدمه نتاعنا. ماك تعرفوا من جميع الواحد تعرفوا مشاكل احنا الجاليه مشاكل كبيره ماهيش شويه، ودائما نحن لاهين بها، ودائما نحاولوا باش نكونوا دائما نقد المسؤوليه، لان المسؤوليه اللي تحملناها هذه، وان شاء الله نرضيوا معناها الناس كلها باش يقدموا فيها الخدمات هذه كما تعرفوا، ولو ان هي دائما ياسر، ونحاولوا باش نعملوا الماكسيموم باش نعاونوا الناس هذوما ونعملوا لهم الخدمات نتاعهم. ولا هو راهو ضغط كبير راهو باش تعرفوا، لان هي الامور هذه ماهيش مسؤوليه ماهيش هكاكا، لانه مع القوانين ومع المشاكل هذه مع البلاد زاد لهنا زاد ياسر مشاكل وياسر ضغط واحنا ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ونحاولوا باش نعملوا الماكسيموم. اهلا وسهلا سي محمد. اهلا بك. هذا احنا تويكا في جزيره ليزولا تسمى ليزولا بيلا، اللي هي هذه القصر راك تشوفوا فيه القصر القديم، معناها قبل كيفاش الحكم تاعهم هناك كان يعني مؤمن في الجزيره هذه معناها تشوفوا فيها. او نشكروا معناها القائد بتاع الوحده وانه عمل بينا دوره كامله معناها على الجزيره هذه. توم هكا توناها الجزيره هذه عندها قد من عام؟ قديمه معناها من نجم تقول من 900 من 980 998 حاجه كمان هكا. معناها يظهر لي يجيوها من مختلف الدول الكل سبيسيالمون لهنا، وانت بالذات اخترت المكان هذا باش ترتاح فيه في العمل. فين مرتاح هذايا معناها هاك تشوف معناها تحس براحه كبيره، بالاخص حتى كي تجي وتدخل داخل وترى شيء يعني يحس بروحه مغير شويه، رغم اللي كيما حكيت لك هو يعني ينحي شويه ستريس وينحي شويه تعرف اللي ما واني اماكن تحفونها مليحه، تحفونها برشا معناها وقت تشوف فيها تفرج القصر من هناك كيفاش عامل.
هذايا في كولونغو دائما كنا نجيب السنة ديما مع الصغيرات، نجيبهم لهنا باش يلعبوا فما البارك هنا نتاع الصغار، ونجيو هي بطبيعتنا معناها عندنا زاد لهنا بيتزاريا يمشي الواحد ياكل فيها، ويزيد زاد فما سباس هنا نتاع فيه كتب هكا ساعة على ساعة، نجي نلقى بالصدفة ديك كتاب يعني باهي يعني انتريسانت، ساعات نبقى يقرا فبيك لان الصغيرات يكملوا اللعبة نتاعهم. هذا معناها كي كانوا صغار بطبيعة استانست بيه البلاصة دي حتى تو الوليدات كبروا، اما بقينا ساعة يجي واحد يجي لهنا نهار ويكاند نهار فيشتا نجيو لهنا باش نفس الواحد يتذكر معناها ذكرياته مع الصغيرات قبل هنا. سلامة مرحبا، محمد أبو علي مقيم في مدينة نوفارا حوالي من 40 سنة. مدينة نوفارا هذه تقع في جهة البيمونت اللي هي عاصمتها تورينو، ولكن هي 30 كيلومتر على ميلانو. صاحب مكتب الخدمات هذه تتمثل يعني هي بصراحة الخدمات كاملة، كل ما هو هنا متواجد على التراب الإيطالي سواء كان من إيطاليين سواء كان من مختلف الجنسيات. في عقود العمل في مراقبة جراية، الدخل السنوي، الخدمات هذه كلها تتمثل معناها دائما بالنسبة لهذوما النظاميين. بالنسبة لغير النظاميين الناس هذوما نعاونوهم كي يجيو نرشدوهم تسوية وضعيتهم حسب كل واحد ولا الوضعية نتاعو، نعاونوهم ونقفوا معاهم الى نوصلوهم يعني البر الامان، حتى اللي يطلبوا مثلا اللجوء الى المحكمة نتابعوهم ونوقفوا معاهم حتى لدى المحكمة الإدارية لين يوصلوا ياخذوا الوثائق نتاعهم يعني بطريقة، خاطر كما تعرفوا الغير نظاميين هذوما واللي يجيوا يطلبوا اللجوء هذوما راهو اذا كان تعرفوا احنا والحمد لله معناها كل حد الان الناس كلها اللي تبعتنا واللي وقفنا معاهم الناس كلهم خذاو الاقامات نتاعهم وما شاء الله كلهم هما متواجدين هنا وامورهم واضحه. التوانسه النظاميين ولا غير النظاميين، ومش كان برك التوانسه حتى المغاربه والكلهم، المكتب نتاعنا على ذمتهم في اي وقت موجود بمدينه نوفارا فيا ليوناردو دافنشي نوميرو 4. مرحبا بهم، وسواء كان حتى عن بعد نجموا نجاوبوهم ونجموا نعاونوهم، المكتب مفتوح يعني في اي وقت، ومرحبا بهم في كل وقت.